دشنت وزارة الزراعة والغابات بولاية القضارف تجربة حصاد الذرة آليا بواسطة حاصدات برازيلية جديدة دفعت بها الشركة التجارية الوسطى باعتبارها خطوة جادة تسهم في حل مشكلة الحصاد. وان احنا دارين نحلها هي معضلة الحصاد، وبنعتبر انه الحصاد هذا الموسم سوف يكون يعني تكاليفه عالية جدا لندرة العمالة ولنجاح الموسم. بالاخواننا متوسطي المساحات اللي هو المساحات بين 500 ل 700 ل 1000 فدان، هؤلاء الناس ان شاء الله سوف يجدوا هذه الحاصدة الجوميل اللي هي جايه من البرازيل ان شاء الله بمبالغ متوسطه. عدد من المزارعين اشادوا بالجهود المبذوله من قبل شركات الخدمات الزراعيه في نقل وتطبيق التقنيات الزراعيه وتوفير مدخلات الانتاج. لكن المتوسط والقاعده العارضه للمزارعين هم محتاجين للاله دي الان، وانا اعتقد الاله دي جات في سنه مناسبه جدا، في عام فيه انتاجيه عاليه شديده جدا، والمطلوب الان هو توفير التمويل لها. لكن بيساهم في الانتاج ودفع الانتاج بتوفير العمال للمشاريع الكبيره ان شاء الله تعالى، وبيساهم مصاهبه طيبه في هذا العام لانه هذا عام خير وبركه وانتاج وفير، ونسال الله انه ربنا يجعل بركه. لكن هنالك مشاكل يعني حقيقه تحتاج لوقفه وتحتاج لتشاور من اخواننا القائمين على الامر والمتابعين لهذا الامر اللي هم يعني وزاره الزراعه واعني بنك السودان. هذه الآلة التكاليف بتاعتها وأسعارها غالية جدا على المزارع. وزير الزراعة والغابات بالولاية دكتور عبد الله سليمان أشاد بتجربة الحاصدة الجديدة وإسهامها الكبير في إنجاح عمليات الحصاد. إننا نحن اليوم يعني في واحدة من الحقول وفي حصاد الذرة. ما يميز هذه الآلة إنها بتشتغل بالجرار وعملها بالجرار وحصاد مباشر. ده بيعني انه بيقلل لنا كلفه العماله، لانه لما نقطع باليد ونجي نحصد بالدراسه الثابته برضه دي العمليتين، وبالتالي بتكون تكلفتهم عاليه. نجاح كبير للموسم الزراعي الماثل ينتظر دعم الدوله للمنتجين والمزارعين في مجال التسويق دفعا لعجله الاقتصاد القومي. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولايه القضارف.